الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة. أما بعد، فبردوام دبين لارنكردنوي كتابي دباب التحرير في أصول التفسير دان راوي دكتور مساعد الطيار وكركراوي الدكتور عبد الرحمن المشت. جيش بنا الفصل الرابع، الاختلاف في التفسير والإجماع عليه. الفصل الرابع، الاختلاف في التفسير والإجماع عليه. المبحث الأول، أسباب الاختلاف في التفسير. قدم الكلام عن الاختلاف على الكلام على الإجماع، لأن الكلام في الإجماع يتضح بالكلام عن الاختلاف وليس العكس. كما واضح لك أنت إن شاء الله. ليركو أنا مؤلف يكم زار باس اختلافي كده دوية باس إجماعي كده لولا بروي أما كاختلاف شارزابين أو كاتي إجماع لك المال رون دبتوه. كما أن تعدد المفسرين مظنة الاختلاف التفسيري حتى يتبين خلاف ذلك. ويقع الاختلاف بسبب احتمال النص لأكثر من معنى، ومنه مقبول ومردود. ويقع الاختلاف بسبب احتمال النص لأكثر من معنى، وكان اختلاف سلة تفسيري أو آيات قرآنية سن معناه شي هل قريتا. بيشواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أرسل ابن عباس إلى الخوارج، كاتك إمام علي ابن عباس دنيرتا كن خوارزي دري جادلهم بالسنن ولا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه، لفظش كاتيا حمال ذو وجوه. ابن عباس دريتن القرآن نحن أعلم به نزل في بيوتنا. ابن عباس اعتراض لسر قولك إمام علي دقريتن دري أما عالم ترين بقرآن لو حروا ريانة أبرو يك صحابيان تيدا نبوه باتفاق يعني مؤرخين خوارج أوانيك الإمام علي زدابن ولا باشي الصفين يك صحابيان تيدا نبوه. ابن عباس دري أما شهر زاترين بقرآن لوان قرآن لما لكاني إمدا بزيا هو آموزاي بيغمبري عليه الصلاة والسلام. والله إمام علي بيدريتن لا، القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون لكن جادلهم بالسنن. دري قرآن حمالي تنوزها تشيا أتو دري أو آيات بو معناها هاتيا أو أن دري نخير بو معناها هاتيا. ولا زهني خوارجي كابن عباس دتسيتن يشان دريتن دري مناقشة مكان لبري خواي برقار سبحانه وتعالى درباري وأنا فرميتي بل هم قوم خصمون. ومن آياتك عام باسي كفار قريشي لك. ابن عباس قرشية هاشمية يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرشية، فأمرنا آيات شمول ابن عباس دكا والعياذ بالله شمولي غير وجدك أقرب مطلق تماشى كما رأى من الزهد خويا مبا قرآني. فإمام علي أقدار يبابا تيبو لبهندي بيفرمو جادلهم بالسنن مناقشان لقربك بو أحكاماني كلا سنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام هاتية. هروها أبو الدرداء وهو من سادات الصحابة لقولا زاناني صحابة دفرمتن لا يكون الفقيه حق الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. أوش ابن سعد لكتيب طبقات بإسنادش الصحيح رواياتي كردية كذا فرميتن أتناقي حق فقه حتى نبيني كقرآن تنوزها هي تن معناه هر دقريتن. فهو كاريخ اختلاف لكن زاناني متقدمين لكن صحابة وتابعيني وكاركي أهواء نبوة وكاركي اختلاف نبوة كمثلا أو لسا مذهبة شبي أو يتكلسا مذهبة شبي وكاركي أو كخدي دقة قرآن يكاتسا معناه شهر دقريت والله. أو اختلاف في كلبين ينرود ذاتا زاري وهي اختلافة مقبولة وزاري وهي اختلافة مردودة كقولة ضعيفة ورد كريتوه والله. نعم. أحسن الله إليك. ومن الاختلاف ما يرجع إلى معنى واحد فيكون خلافا لفظيا. ومن الاختلاف ما يرجع إلى معنى واحد أو نقطية كاملة سردابني رقميك. ومن الاختلاف ما يرجع إلى أكثر من معنى وهو الخلاف المحقق.
ومنه ما يرجع إلى أكثر من معنى، وهو الخلاف المحقق، ولهما أسباب أبرزها 6. أبرزها 6. الأول الاشتراك اللغوي. أزاو شرطانا بخينوس كيستا قلب قل نموني لو دينو. عودة الضمير. هو عودة الضمير. عود الضمير أفصح. نعم أفصح. الثالث ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف. الرابع اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير. الخامس الاختلاف في النسخ بمعناه عند السلف. السادس الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية. أو شش نوعي كباس ما كرك أسباب خلاف محققها استانموني للسردينينو كوا يعني يرجع إلى أكثر من معنى. أما الذي يرجع إلى معنى واحد باس ما كر ولا درس كان يرابردو لا مبحثي تفسير السلف. قلت مان زاري وهي عندشان تعبير بجزء المعنى إذا كان زاري وهي عندشان تعبير بمثال إذا كان مثلا وشي كلمة ضر قلت ما عندشان قلتيان مرضى عندشان قلتيان فقرة وعلى أصلي معناها كي لكنها مشتركة. فقرش ضرة ومرضش هر ضرة هر أزيتك بإنساني نقات بلا مصيبتش هر ضرة. فهمو أو تفسيرانك باس يعني كده دقريته سر معناه يك معناه أو لا نوعية كان بلا من نوعي دوام كيرجع إلى أكثر من معنى أوش بيدا قلتري الخلاف المحقق يعني أو نوع خلافة بيدا قلتريتن خلافة شيء راست خلافة كفعلا موجودة وأسباب كانش أو شش هوكارية كيستا نوني لسردينينو كنونية كميان كنوعية كميان الاشتراك اللغوي. بلا بمست وش هو آفتي في قروء بلا تفسير قروئي مثلا تفسير كرا قرء بحيض يأخذ بطهر فهو اشتراكة اللغوية لبينيان ومعاني كان شان ناقرة وصل نفسي معنى الضادة حيض ضدي طهرية فناكري حمل آياتك يمكن لسهردق معنى دبيه كان توابي يكشان غلط بي. بله. الثاني عود الضمير. دينا السلسلات بخين وعود الضمير همون ومني لسر دينه شرح لكن. والاشتراك اللغوي قد يكون في ألفاظ أصل اشتقاقها واحد ومثال اختلافهم في معنى القسورة في قوله عز وجل فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قلت معنا ما يقل شرطة كان يفسر دبي أقدار مفردات قرآني بي كأنهم حمر مستنفرة. حمر معناتها جمعي حميرة جمعي حمير يعني جمعي حمار. فاتو دبي أقداري مفرداتي بي تعالى اختلاف كان أقداري اختلاف كشبي كمثلا قسورة كو تفسير يعني كده. قيل الأسد وقيل الرامي من الرجال. وقد يكون الاشتراك في صيغة بناء اللفظ مع اختلاف الاشتقاق ومثال اختلافهم في معنى مستمر في قوله عز وجل ويقول سحر مستمر. قيل قوي يعني يقول سحر قوي من أمر يمر إذا قوي الشيء. وقيل ذاهب من مر يمر إذا ذهب وراح. من مر يمر من مر يمر إذا ذهب وراح. طبعا تمام الشكل استاليتكو أنا خلافك لا قسوري والله أصل اشتقاقيا نفسي مشتقة يعني قسورة بزانين لا تسوى الجيرة قسورة أقربيتو لا أو يوري بقرين كمعنى أسدي ديتن أو اشتراكك أقربيته بمعنى الرامي من الرجال يعني الحمر المستنفرة. حمر المستنفرة خاصة الحمر الوحشية تفر من الرامي من الرجال. يعني العرب قديما حينما كانوا يخرجون إلى البر يعني كانوا يصيدون فالحمر حينما كانوا يرون يعني الناس يفرون منهم. فالله عز وجل أخذ هذا المثال يصف به المشركين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فهذا أحد المعاني ولها يعني لها مشترك اشتقاق أو مشترك لغوي آخر عن الأسد. باش أو زاري هيتمان نموني ويقول سحر مستمر أو مستمرة لتسهاتية أصلي اشتقاقي مستمري أجر بيتن لا أمر يمر هاد بيتن بمعنى قوتي ديتن يعني ويقول سحر قوي. أجر بيته بمعنى ذهب يذهب هاد بمر يمر يعني ذهب يذهب يعني يقول سحر مستمر يعني سحر شي بردوا. فهردك لفظك قرآن هردك شي هرد قريتن
باش استعمل كان لو حالتي باسي ترجيح هناك إن كان قول راجحة أو دائما مضطردة لبداية درس كان من أتأستا لبداية منزل سكان أتأستا يعني باس يوم أنك إذا كان قول راجحة إلا نادرا يعني كم أوي ما ليركو أنا تحرير تفسيري نية يعني بين أو آياتي بالسلام بين كام قول راجحة كام مرجحة بلام ليركو أنا استا أوي تبين كلبرتخ اختلاف لبين أندروز به كاشتراك لغوي هي أو اشتراك لغويش لبرو آياتك هري دقريتن اختلافك دروز به أو نوعية كم الأول الاشتراك اللغوي أو زاري عود الضمير زين أو ضميرة دقريتو سرتشي ببي قرانو يسارو كسي زاناي تفسير خلافيا كالتسري. ومثال الخلاف بسبب عود الضمير اختلافهم في عود الضمير في فعلي تعزروه وتوقروه من قوله عز وجل إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قيل باشا. يعودان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل يعودان إلى لفظ الجلالة. مثلا ابن عباس قلتي وكم مثال باز لكن ما مشتكوش أنا استحضار ناكر يعني لو حالي مثلا ابن عباس قلتي وتعزروه وتوقروه أي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك تعزروه وتوقروه أي الله عز وجل. فليركو عن اختلافه لبين الضحاك ولبين ابن عباس وكاركيتسيا عود الضمير قلت تماشى آياتك يمكن لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ابن عباس دري بيغمر عليه الصلاة والسلام لبروي بيغمر صلى الله عليه وسلم يعزر ويوقر باشا أو لا تريش لغويا باشا بلام ضحك لون نمونا كمان نمونا ما ضحكينا وشرتني وقولي ضحكين نمونا كان اشتشي يعني نمونية يعني فعلا رنجا مثلا قولي كشكبيت بلام بس ما نسير كانت تيبل كضحاك مثلا دريت مقصود به الله لفظ الجلالة عز وجل تماشي سياق آياتك كرديا تعزروه وتوقروه وتسبحوه تسبحوه قطعا ما بس بيغمبر صلى الله عليه وسلم فتماشي سياق كرديا بلام ابن عباس تماشي تي كده قلت تماشي لغي كده كتعزروه وتوقروه معناه كزيادة اليقترب بيغمبر عليه الصلاة والسلام. فهو كاري أو كشتي أو كاري خلافك عود الضمير هل لو خواي جوري ده قرنته وما زال خلاف ليركو أنا لبيني تسبحوا هنيا بس خلافك لبيني تعزروه وتوقروه هي واضح على دكتور؟ وبرد الضمير يعود إلى أقرب مذكور والله أو قاعدة أقرب مذكورش رسوله أقرب مذكورش رسولك لو يلبو أو دقرت أو لغويا أو هالواج وشكان لوي زيادة والله أقل تماشي السياق كاش بكين سياق كا باس خواي بارودجار سبحانه وتعالى كبدليل وتسبحوه أبي سياقك أو قولش حمال وأوجه قرآن أو قولش ريتي دسيتل بالله. ومثال أو طبعا نوع السام ومثال الخلاف بسبب ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف اختلافهم في معنى المرسلات من قوله عز وجل والمرسلات عرفا قيل المراد بها الرياح وقيل الملائكة. ومثال الخلاف بسبب ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف اختلافهم في معنى المرسلات والمرسلات عرفا. المرسلات من بس بيتسيا عندك زاناني تقدمين قوتيان المرسلات والملائكة عندك شان قوتيان الرياح لو الملائكة ترسل بعضها ويتبع بعضا وكذلك الرياح ترسل بعضها ويتبع بعضا. والمرسلات لفظك يعني باسي سدكاتا يعني وصفة محتملة ملائكة جدا نرديتا وخواهي برجار سبحانه وتعالى الرياح جدا نرديتا فهردو لروي احتماله آتك هري دقليتن هو كاركش تي هو كاركش أو ياك وصفي أو موصوفية كهردو كان هري دقلين ملائكة هري دقليتن والرياح هري دقليتن. ومثال الخلاف بسبب اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير اختلافهم في معنى الساق في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق قيل أي تكشف القيامة عن هول وكرب وقيل المراد بالساق ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة
فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فالقول الأول اعتمد على اللغة والثاني على السنة واللغة أعم. أحسنت. طبعا آية 8 هي يوم يكشف عن ساق، اختلاف لبين أهل تفسيره أو آيات الصفات يأخذ الآيات الصفات. قول كم أو ياك يوم يكشف عن ساق يعني يوم يكشف عن هول وكرب، كما قال العرب قامت الحرب على ساق، فأو معنى لوري لغة تواوى. فأو قولي كم كقوتي عن هول وعن كرب لوري لغة اعتمادي كرتسر لغي ولوري لغوش إشكاليات ما نقريني. قول دوم لا لتفسير قلت يعني يوم يكشف عن ساق المراد به أن هذه الآية من آيات الصفات، دليل شأن حديثي بيغمبري عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلى آخر الحديث. هو واضح إن شاء الله لك أنت كآياتك لآيات الصفات لسر قول دوم. طبعا ليركو أنا آياتك هردو قولي هردقريتن ذكري برين هردو قول راسته يوم يكشف عن ساق يعني يوم القيامة هول كربي اجتداء وبخبري صحيح بيغمبري عليه الصلاة والسلام حديثة لا بخارية والأخواري شارت بداية يكشف ربنا عن ساقه أوش بالله بخاريش لكتاب تفسير وآياته هنايتيو موستا كمان أو يكهردك معنى دك جمع ذكريتا لنفس آياتي كقيامة هول كربشة هل قيامة شقاي قوله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه، فالآية تكون خبرا عن هذا وذاك لأنها ليست من اختلاف التضاد. استاذ باص هو كان اختلاف تنوع واختلاف تضاد إن شاء الله. الخامس يعني مكوز من القرآن حمالة الأوجه أكيد الأولي ويقول آيات يكا وشيكا بالمبس في أوية مبس في أوشة بلا زيادة لمعناش لا تكون فقيها حق الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه. أما واللغة أعم كذا واللغة أعم يعني ترجيح لغة كيدك يعني بس دكتور مساعد طيار استليركو أنا بتفصيلي بس كليا ليركو أنا دريتن أو تفسيري كمثلا اعتمادي كرتسر حديثكي ليس من التفسير النبوي الصريح. أبوي بيغمر صلى الله عليه وسلم حديثكي بس آياتكي نكرده مالكو اجتهاد زانين اجتهاد يعني كده وحديثين لقوا آياتي ربط كده وش إمام بخاري باش إمام بخاري ك لتفسيري باس يعني كده وحديثين ربط كده. واللغة أعم أجر تماشى بكين ليركو أنا دريتن قال الطبري يعني قولي كم كدريت عن هول وكرب قال الطبري قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل يعني من أهل التفسير يبدو عن أمر شديد. فجماعتك للصحابة والتابعين مرادي آياتكان بونعي رد كرتو أوش طبعا ابن عباس سعيد بن جبير قتادة ومجاهد والضحاك. فأويك زوريني الصحابة وتابعين لسلا قولي كما أو آيات صفاتي نية بلان قولي دوامش نسبة دراية بال ابن مسعود أبو هريرة خواليان رازي بيتن كو آياتين بونه عي ليك دايتو بلان ذكريا مكد مؤلف دري واللغة أعم يعني أو تفسير لغوية يعني أو لا ترى لا تفسير يعني أو تفسير كاعتمادي كرتسر سنتي لبلويك أوي صحيح يعني اللغة كيت إشكاليات ما لقيني يتسع اعتراضك كمان لقينا حديثكش خدي حديثك اعتراض ما لقى معناه حديثك نية ملام دلين مرادي أو آياتي أو حديثنية حديثك أحاديث صفاتي وباور ما فيه با شرط كاني كركتيب عقيدياتي ملام دلين أو آياته ربطي لقوا حديثينية يعني لسا قولي كما بس قولي كما بقولي بلا ما تزمع ذاكين طريقي الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه لا تفسيري خوي ولا اكتباني كنسيت لأصول تفسيري جمع أقوالي لك أو طريقي هي الشيخ رحمة الله عليه زمي ما دام آياتك هردو قولي وردقري ما دام تضاد لبينيا نية بلى. ومثال الخلاف بسبب الاختلاف في النسخ بمعناه عند السلف ما ورد في تفسير المشركات من قوله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن
فمن رأى عمومها أخرج الكتابية بقوله عز وجل في آية أخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ومن خصصها بعابدات الوثن فإن الآية عنده محكمة وليست من باب العموم والخصوص، والأخرى محكمة في جواز نكاح الكتابية. يعني استا خلافك لبين يعني أو آيات أو دو آيات دو موضوع جوازا يعني يك موضوعا أو اللي كان خلافك كان هو كاركي أو كدريت يك موضوع دري نسخة كخواي برجار سبحانه وتعالى دفرمت ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن كتاو آية منسوخة بقوله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآيات. فأهل كتاب نصارى مشركين يا مشركين النساء نصارى مشركين بلام أواني كدرين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن دين أصلا أو مشركات المقصود به المراد به عابدات الوثن. المشركات لو آياتي عابدات الوثن فأصلا لك نوان آياتك لبابي أوينيك عامبتا أصلا درين المراد بالمشركات هنا لسورة بقرة عابدات الوثن. فلو حالتي أوان بيستيان بوين يبرن آيات منسوخة أصلا داخلي أهل الكتاب أصلا داخلي معناه آياتك هناك تكيشتن لا موضوع خلافك إلى شندنا واضح إن شاء الله بله. نعم. ششم ومثال الخلاف بسبب الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير مذهب من رأى الوقف تاما على قوله عز وجل ما ليس لي في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. والجملة بعده تبدأ بقوله بحق إن كنت قلته فقد علمته، وذلك بجعل قوله بحق صيلة لقوله فقد علمته بتقدير إن كنت قلته فقد علمته بحق، والصحيح أن قوله بحق من صلة ما ليس لي، فتفسر على ترتيبها بالنظم أي ما يحق لي أن أقول ذلك. طبعا شاليركو أنا اختلافك وكاركيت سي تقديم تأخيرا طبعا هو دبيئته للغة أعقاد لبابتي تركيباتي جملة بيتن أعقاد للتقديم تأخيري بيتن أتقدو معنى لغوي هردقريتن اختلافك لبل أوي لا تقديم تأخيري هردق معنى هردقري اختلافك هي طبعا ليركو أنا مؤلف ترجيح أوي كردياك ما ليس لي صلة ونيا فتفسر على ترتيبها بالنظم أي معناه أعتقد ما يحق لي أن أقول ذلك ما يحق لي أن أقول أو بحق معناه أوياك حقي مني كمن داوي لو خلقيب كم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله باش بلا لا معناه كيدك كمثلا أويك وقفي كده لسما ليس لي كأعتقد خنتو وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته بونو عياتك دخينه اختلافك لبين وقف ابتداء فكدرت بحق إن كنت قلته فقد علمته معناها كيسي ليدة لو حالتي يعني إن كنت قلته فقد علمته بحق أقل وقف لسما ليس لي بكي ولا أقل وقف لسم بحق بكين دريت ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق يعني حقي مني كداوي أو شتيبك بلان لو كحالتك دي كحقكي لقر باشكي باشا خوي دبستو إن كنت قلته فقد علمته بحق تيجيش لا أوكي يعني استا خلافه كمان لصير كلمين بحق لقر ما ليس لي ربطة يعني لقر ما باشا خوي ربطة أو كارك شيتسيا تقديم وتأخير لهذه حالاتش تقديم تأخير موجودة واعي بالضبط لهذه حالات هر هي باتشي واضح إن شاء الله لك أنت واضح بس أو أن نخين جماعة مصا جار ومجرور عادة متعلقة مثلا بفعلكي بونمونة إذا أو جار ومجرور بحق متعلقة بشيء بالضبط إذا أويه بكامل متعلق بالضبط هذا يمشي على استحياء على استحياء قال بالضبط نفسي أو نمونة بالضبط أو نمونة عينا نيزيك لو نمونة إركوانا
باشا يعني أو شش أسبابي أو بكا أو كاركاين يعني اختلاف لتفسير أو شش أسبابي يعني تقريبا مؤلف هاتية مساعد طيار خواي قولي باريزتن استقراء أسباب خلافي كلي لو شش شيء درناتي أو خلافي كموجودة لبين متقدمين لو شش أسبابي درناتي لبروي لبين عن عقيدة عن زياوز نبو مثلا من وكاري عقيدة يبو لو شش أسبابي درناتي أو اختلافي ك لكن موجود بوا أو مقطع بخينه واضح إن شاء الله وكذا شرح ما كربو وكثرت أسباب الاختلاف بعد جيل السلف لبروز معتقدات مخالفة لمنهجهم ومن ذلك تأويل المعتزلة للنظر بمعنى الانتظار في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا أي تنتظر ثواب ربها خلافا لأهل السنة في إثباتهم نظر المؤمنين لربهم في الجنة ومن أسباب ذلك أيضا ظهور المذاهب الفقهية والانتصار لها دو سبب معنى لا خلاف لتفسير كمتوسع بو يكميا بروز معتقدات مخالفة لمنهجهم يعني لمنهج المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن ذلك تأويل المعتزلة كغوتمان باس ماكر إلى ربها ناظرين إلى ربها إلى أي تنتظر ثواب ربها باشا أو يعني وكاركه عقدية وكارش كشمانية وكارشي فقهية يعني أو خلافيك لبين مذاهب كان مثلا تماشي الجامع لأحكام القرآن بكين إمام قرطبي آياتش أحكامي بفي وفق مذهب إمام مالك تفسير ذكا آيات الدليل السلوي مثلا أكو آياتي قرأ اختلافها لبين زانا الآية ما بس بي حيضة يا ما بس بي طهرة فبي أو خلاف فقهي كلبين يعني هي تفسير كانشان اختلاف دقوريتا فأوجه وكاره هي ك يعني إشكالياتك أسباب اختلاف في العوان كليباش زيلي صحابة وتابعين إلى ربها ناظرش أجب لغويا وغلام ددريتوا لغويا أصلا قولك يوان باطلة لغويا قول الاعتزال باطلة ما عدا كأدلة شرعية كانوا أحاديث متواترة لبيغمبره صلى الله عليه وسلم حديثي يعني إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو حديث قلت الأحاديث متواترة كان يعني على روي عقلي لبر كثرة أسانيدي طبعا تواسع يوم أكيد ما تواتر أحد مبحثش عقلية ما باحث أهل حديثين يعني بيز قالوا كحديثك ثابت وصحيح لك أهل حديثي لصحيحين لبخاري ومسلم لا روي عقلي وجا تماشاي بكين متواترة ردناك ريتو يعني قبين من هذا الشيء أكاديمي تماشا بكين أو حديثة متواترة لبيغمبر صلى الله عليه وسلم ردناك ريتو فبيز قالوا كلا روي أدلة شرعية كانوا أو بابة أو قولان باطل لا روي لغوي وشو قول كان باطل لبروي إلى ربها ناظرة صريحة إلى ربها ناظر لا تحتمل معنى آخر والله أعلم. المبحث الثاني أنواع الاختلاف في التفسير. المبحث الثاني أنواع الاختلاف في التفسير. قل الخلاف في التفسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير أجاب في التفسير دوام رشكن. قل الخلاف في التفسير زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو حيث كان صلى الله عليه وسلم مرجعهم عند الاختلاف وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تصدر بعض الصحابة رضوان الله عليهم للتفسير ومنهم الاجتهاد ومنهم ابن عباس وعبد الله بن مسعود وعدد قليل من الصحابة. نعم. فتعددت المحتملات في معنى الآية لتفاوتهم العلمي. نعم. ابن عباس كان عالما بالعربية عالما بالشعر عالما يعني بأشعار الجاهليين. وابن عباس يعني مسائل نافع بن الأزرق ذكري حسابي يمكن يقلق كتابة كان غريب القرآن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس طبعا وبتاني طبع كريه موجودة وأصلي مسائل كانش كأبسيارين لابن عباس كرديا إمام الطبراني للمعجم الكبير رواياتي كردية همي روايات كده إمام السيوطيش للإتقاني همي نقل كردية وبتنش طبع كده فقرأت كتابي إتقانته لما أريد طاني بقرأ يسر مسائل نافع بن الأزرق. طبعا نافع بن الأزرق كان من الخوارج. نافع بن الأزرق هو سيد فرقة الأزارقة من الخوارج يعني يقلد زارة كان هاتك ابن عباسي
بسياري ذكرت أو آية معنايتيا ابن عباس آية أو معناها هي بدليلي أو بيت الشعر كمثلا امرؤ القيس أو هاي قوتيا عنترة أو هاي قوتيا طرفة ابن العبد أو هاي قوتيا بيزار هندي بسياري لك لو كاتي عمر ابن أبي ربيعة المخزومي هاتي من ذلك يكلا يعني لطبقي تابعيني ببلام شاعر شي خليع بوا أو كابرة يعني. مشهورة يعني عمر بن أبي ربيعة ابن عباس أنشدنا من شعرك أو شعري بيدريتن يعني جيلش بيت يعني شعر شي قصدي طبعا كنافع خارجية ويعني تكفيري مجموعة للصحابة إذا كان ابن عباس لكني زور طبيعية كبيتن علمي بيبريتن باش كم خواهي قوله هداياتي بلا والله عندك لا خلشي هون دا يعني سينجان تنقدبي بخلافي أقرتش خلافك يعني مسائل فقهية بيتن الطلبة يدردك على درسي أقر بيتو خلافي لقريها بيتن لا مسألة شي فرعي فتماشي فعلي ابن عباس كان لقر فعلي بشكل أو كساني استاكا يعني متصدين له علم له دعوة فالمهم نافع دريت نحن نضرب إليك أكباد الإبل وأنت تسمع لهذا السفيه ابن عباس دري هذا ليس بسفيه هذا يقول شعرا من أفصح ما تقوله العرب لو عمر بن أبي ربيعة مخزومية لا قريشية يعني لا قريشي باشي بنو هاشمي لفصاحتي بنو مخزوم دين لا قريشي باشي بنو هاشمي بنو مخزوم دين للشريف فابن عباس قصيدة كيوي كبيك زاري بيقوتيا دوباره دكاتو لو دوباره دكات فما بس ما نسيه ما بس ما نقويه كتفاوت حتى لبين صحابي لباب التفسير حتى تابعين يعني عندك لتابعين مثلا مجاهد كطلب ابن عباس تفسير كردية تفسير زول لآيات كانك اعتمادا على ابن عباس وكذلك قتادة وكذلك غير لكن بعض التابعين توقفوا عن التفسير إبراهيم النخعي كتابعية ولا طلبة كان ابن مسعود يبوا دليلا كانوا يكرهون التفسير ويعني يحذرون منه يعني خوانا تفسير ده باراست أو زي كامن ديتم باسي على القمو أسودي دكا قولا طلبة كان ابن مسعود بنا تفسير النقل لتفسير لون زور كما لولا برويدة ترسان ده ينقول التفسير هو الرواية عن الله عز وجل ده ينقول تفسير نابي إنسان لأخوه يقصيب كات دبي يقينا اعتمادي كربيت السر أو إيكا يعني كسشي متفرغ بي ابن عباس إشخوالي رازي بيتن كسشي متفرغ بلو تفسيري وبركة دعاء بيغنبري عليه الصلاة والسلام كذا فرميتن اللهم علمه الكتاب يعني روايات شاتي اللهم علمه التأويل كدعاء له كرده بيغنبري عليه الصلاة والسلام وكسشي مجتهد يعني ابن عباس لدركي صحابة كاين دا قلب قل لتوكن زيد كري ثابتي كزيد كري ثابت كان من أعلم الصحابة بالقرآن لتوكن أبي لتوكن إمام عمر لتوكن علي بن أبي طالب لتوكن قول زانان الصحابي علمي اللي وردقرتن فالذي يقوله ابن عباس لا يقوله من كيسه من قبل نفسه بل قاله باجتهاده وبما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فليركو أنا أقدار بينك يعني دليل لتفاوتهم العلمي تفاوت علمه لبين الصحابة حتى لبين تابعينش يعني طلبة كان ابن عباسي كانوا أعلم بالتفسير من غيرهم يعني مجاهد وقتادة سعيد بن جبير أو أنا مقارنة مثلا لقي غيري وأنا لتابع راس ترى قال له بابتي فقهية وتابعيت كهبي لو أنا بعلم ترم بلام لتفسيري أو أنا معتمدا مثلا تابعين ما هي لقوا رزاناني تابعين يك حرف تفسير لروايات ذكر وش عبيدة السلماني كهو يعني كان من أصحاب علي بن أبي طالب ومن أصحاب ابن مسعود عبيدة السلم وقيل أنه مخضرم أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره عبيدة يك حرف تفسير لرواية ذكرها مع علمه وفضله وتقواه لكنه حين سئل عن تفسير آية قال عليكم بالقصد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما نزل القرآن وكره أن يتكلم في القرآن برأيه فما بس ما نسير أنا حتى لبين الصحابة ولبين تابعين تفاوت هي لا يعني أعلميتها بله وقد اجتهد العلماء في تأصيل أنواع الخلاف في التفسير عند السلف أهمها تأصيل ابن تيمية تأصيل الشيخ الإسلام تيمية لكتاب قواعد في التفسير وابن جزي الكلبي لمقدمي تفسير خوي كناوي التسهيل لعلوم التنزيل وسيأتي بيانهما ثم بيان التأصيل المختار. نعم. فأما ابن تيمية
فأما ابن تيمية فقسم الاختلاف إلى نوعين. يعني أو اختلافيك لبين وان لبين صحابة وتابعين ياتيا شيخ اسلام تيمية باش استقرائي وحسبك باستقراء ابن تيمية دلت لدون عيد الناس. اختلاف التضاد واختلاف التنوع. اختلاف التضاد بابينا سيبكين وضابطه عدم إمكان القول بالمعنيين معا. يعني أجر بيته نطعن هردق معناه يتجمع بكين أو بيدا قلت اختلافي تضاد استا يوم يكشف عن ساق اختلافي تضاد يعني اختلافي تنوع يا تنوع كلغوي وحديث تضاد لا أقام غوتمان لقيامة هول كرب هي معناه يونيك أو آتح تضادني تنوع ذكري حمل هردو شبكين. ومثاله خلاف في المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قوله عز وجل إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عقدة النكاح ما هو المراد به؟ هل المراد به الزوج أو الولي؟ يعني ولي أمر المرأة. يعني ما بس كده دريتنك أويك مثلا لحالتي أويك لي خوش بيتن لا صداقي إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قلت رأي لتفسير أوي ما بس بي الزوجة يعني ميردي آفرتك ياخد قلت رأي أويك ولي أمر آفرتك أو زبابتي براي قوريتي مامتي إلى آخره. وأصلش لا ولي بابا أجر نبو أو زبرا قوري أجر نبو أو زا كسيديكيه. فليركو أنا ناكري هردوك برين تذكري هردوك بيتن سكا تضاد. الذي بيده عقدة النكاح إما أن يكون الزوج وإما أن يكون ولي الأمر. النوع الثاني اختلاف التنوع وجعله قسمين. القسم الأول ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتين مختلفتان. يعني قسمك معنى لتنوعي هردو قول نفس معناه هي بلام عبارتين فرقه هي تعبير كان زياوزة هردو يجي مقصد ينهبه. القسم الثاني ما يكون معنى أحدهما يخالف المعنى الآخر لكن لا ينافيه. هذا قسم دومه. قسم دومه وتحته 4 صور. أو طبعا همي باسي تأصيلي شيخ الإسلام تيمية دكين لقواعد في التفسير. يعني ما حسابك كأكتبه ما خينديا بشر كتابي شيخ الإسلام تيمية ما خينديا بس يوش ما كرد ما أكتبه لحسناتي أو كتابي. ما يكون معنى الأولى أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. الثانية أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. الثالثة احتمال اللفظ للأمرين إما لكونه مشتركا في اللفظ وإما لكونه متواطئا في الأصل والمراد به أحد النوعين. الرابعة التعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. طبعا هو خلاصة قولي شيخ يا رحمة الله عليه بيتن لا تأصيل خلاف لبين السلف أزوت عنه كينت زدول ديكي والله بيكي شرح ده إن شاء الله نمونة عن نفس اللودين هذا الشيخ بخوي لقواعد في التفسير نمونه هنا يتوقع قواعد في التفسير لما دوباره كنا واكبوا ناوي طبع كلام مقدمة في أصول التفسير. والله هنا وقت تسمية شيخينية. كم زال بك تضاد تنوع أو زل التنوع كي أو تقسمي باسبك. دكيدو بالضبط أو زل دكيد صار بس تكسير طبعا يكسر بكيد صار. تشكاوي دي كهر يعني بخلاف حسابنا كده طبعا لنوع خلافي دربي أقرتش عبارة كي تزاوز تأسام بي تنوع يكسر بكتسر. لا وش اختلاف القسم دو قسم ما بصير. آخر قسمة كان تركة يكسر. قسمة تركة. بله. تعبير كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. زبينه بعمل تلخيص كم حدا كده إن شاء الله. سامي. أزاك اليوم بخينه. ما بيقاوي.
تغاير العبارة سدريت بخينو بك كل واحد منهم عن المراد بغير طاشي تدل على معنى أن يذكر كل منهم لا نرى تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. معنى المسمى تدل على معنى مع تغاير غير المعنى الآخر أما تسمعها اسم مسمى معنى فرق بين اسم مسمى إذا ظان وانيا نعم اسمه كان أو كي مسمى واشتكنا اشتكي بله أو زي مثلا اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم تفسير كرا قلتيان صراط المستقيم المراد به الإسلام وهرا بوستموبيلتان ديالبي قلت المراد به القرآن اختلاف لبين اسمه كان هي بلا إسلام القرآن لرو اسمه جوازه بلا عملا مسمى متلازم يكترن وهردش بششي معناه الصراط المستقيم فلا إسلام بدون قرآن ولا قرآن بدون إسلام بلا الثاني تغاير العبارة مع تغاير في معنى المسمى هذا تقريبا تعبيري أوي بنوسنو باشتر ما تسكت زي نامتو تدريج نامتو زي وين تكبر ميتن يعني تسي أوان هر دو اسم جواز يان بكارينه بلام هر يق لوانا بششي مسمى هكيا اختلافني لا أصل ده تسكت تنوعه دك هر دو شيء زي ما دكين الصراط المستقيم هم إسلام وهم قرآن إشكاليات مانية. الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل مثلا يعني التعبير بالمثال وديس عن دوباري مبحثكية كبيرشترخينه التعبير بالمثال مثلا في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ما المراد به بالخنس؟ قيل المراد به الخنس النجوم وقيل المراد به بقر الوحش باشا بقر الوحش يعني آسشي شيوي باشا نجومش ديارك أستيريا استعدون من الجواز هنا لو خنسي ما هو المراد خلاف هي لبين يودون منه لرو اسمه والله خلاف جل جوري نجوم لتشي أولا شيء بلا معناه كان معناه مشترك هي لبينها النجوم الخنس يعني أوشتك بزر دبيل معناه لغوي النجوم تخنس إذا ظهر ضوء الشمس وبقر الوحش تخنس إذا رأت الإنسان إذا رأت مجموعة من الإنسان فالمعنى مشترك بينهما لكنهما عبر بالمثال دون من الجواز هنا لنفس معناه باشا. الثالثة احتمال اللفظ للأمرين إما لكونه مشتركا في اللفظ وإما لكونه متواطئا في الأصل والمراد به أحد النوعين. ليركو أنا مشترك المشترك اللغوي متواطئا. بالله فرق سيادة بينهم. مشترك لغوي كمان في مشترك لفظها بس مشترك لفظية. مشترك لفظية. المتواطئ بله. بدون مثلا عين معنى. إيه. عين الويق لفظي سمعناه شيء. العين مراد به العين. وعين. عيني وروها عين بمعنى تشكجله. زورة معناها كان زورة. وروها جاسوس. إلى آخره. المتواطئ المنطقي مثلا المتواطئ إنسان كلمة إنسان. متواطئة لبيني منو لبيني ما مستوى كزم على الإنسانات اللي يتكزيات لنا. هو متواطئ لمباحث لغين لمباحث علمي منطقية فناسي نسرف. هردوك مع لرو إنسانيته كوني من كإنسان وكوني ما مستوى زيادة كوني ما مستوى وشمندي كإنسانة مشتركين زيادة كمان لقرنية كإنسانيته يعني إنسان بلفظة شيء أو كسيكة مثلا قوشت وإسكو لحم إلى آخره كلام وأشتاني كمواصفات إنسانية هم ما مشتركين ما شيء مشترك لغويش مباحثي لغة أو لو حالة أنا كاختلاف رودات مثلا أوان دين مثلا مشتركة لغوية لكن يعني ثابتة وش كلمة طغيان يستكباس ماكل بس أنه عادش باس كلام والله هم مشتركة كهولة بينها متواطئ إيش بها ماشية
الرابعة التعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة لا لا مترادفة. بلو الشيخ اسلام تيمية لك نية مترادف نية ده ألفاظ متقاربة، يعني ألفاظ كان متقاربة لري معناها بلانتيا يعني نفس مسماك هل موستها نفسي بنفسي مسمى طبعا نمونا كانش لا مقدمة يوصل تفسيري باسي كده التعبير هكا كتابك يسألك انت بي لا مترادفة نمونا كانش بازدكين ليه اللي كان هي ما مستوى يوسف مقدمة يوصل تفسير لمكتبي في دي في المعنى ادر بينا بزانا نمونه او لو نمونه بينا لو او لا تعبير بألفاظ متقاربة لا مترادفة يعني هسه مثلا دلين نمونه شو بيدمو لا ما مستزياد نمونه كمان بالضبط مثلا هسه كذا فرمي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه والله هم زانان نجهم يعني زول زانان دفرمين لا ريب فيه يعني لا شك فيه دلين لا ريب مرادف شك بلام ليرد عين الرأي ابن تيمية ذاك مع وانا متقارب بس مترادفين ريب مرادفي شكينيا لبرو الريب لدواي تهمده يعني هذا خليركم أنا مشكلة كمان سيا من نمونة ما عندي ليركم أنا هذا نمونة ثانية موسى عليركم أنا نمونة تينيتو لبيني آياتك وبين تفسيرك أما بس يويدا كان كالفاظ مفسرة كان خذي خوي متقاربة يعني خذي ألفاظ كان يعني طايم بين مترادفة أجر بين قول الترادف هي للغة قولي وان لبيني خوان تلاقي إنك مثلا لبيني آياتك ولا بين تفسيرك أو قصة مضبوطة لروي يعني أو بلام أما لروي تأصيله ودمانوية كلبيني يعني نمونة شيء واقعي بلبيني مفسرين كان لذلك وانا لك نمونة هنا تو مسيح معناه مسيحي لمس مسحياتيه بالضبط او معناه لغة يعني أزم بس ما نسيت ذلك وانا او كرمي قلت لك انه او يعني لك توينا لاصلنا لتحريرنا لا كتابك الشيخي مقدمة في أصول التفسير نيزيش كده معناها كواضح إن شاء الله لكن أو أنا قلت نبأ لا خلاف نبأ عندك درين روج قيامته عندك درين ما بس في قرآن لا أوش ناقته بدل إلا تأصيل مفسرين بس درنسة استوى يوم القيامة قولك كتيا قولك درين ما بس في غنبرة قولك درين ما بس في وحي أقول من أويك في غمر بهامك في هاتو يعني النبأ يوم القيامة عندك قلت يعني وحي عند شان النبي صلى الله عليه وسلم أو ألفاظنا مترادفين اشتراكين بس ولكن مثلا اللون نوعين لتغاير عبارة أما لو نوع ما عنده الفاظ متقارب مشكلة ما إن شاء الله درس ده بينه شيء واضح تانو دين مثلا لبين يوان الفاظي مثلا متقارب هاد بيتن هي نمونه قال زوره بلا مستعنا ما كتاخير بين ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين أو أسباب نزول رحمة خالد هذا بحث ونحن في بحث الزباء أو نبي بعد اشتكت عن لي أو نبي دينا صار تأصيلي من جزء مشكلة ماني إن شاء الله واضحة وكو فكرة لكن تا واضحة كتعبيرك لكن سلف لكن مفسر كان ألفاظ كانيوان ألفاظ ابن عباس لقى مجاهدي دو لفظ مترادف يكتر متقارب يكتر باشا يعني أول ما وستكي شيخ نعم هذا هاي اشتكى ترى سبابتك المورة هو الحركة باشا كدريتن إن المورة هو الحركة أو تقريب له معنى موري يعني دريتن يوم تمور السماء مورة يعني تنشق السماء أو انشقاق لقى أو كدريتن حركية مثلا أو عندك المفسرين درين يوم تمور السماء مورة المراد به الحركة وعندك عندنا المراد به انشقاق السماء اللي كان لبيني وان ألفاظ كانيان يعني سيا ألفاظ كانيان متقاربة لبيني خوان وهذا فرميتن لآياتي أوحينا إليك يعني أنزلنا إليك فهو تفسيري وعن تفسير سلفي له آياتك معناها شيء
متقاربة له معناه آياتك أو لنوعي ما مستزيادة أو نونيك ما مستزيادة كريب با معناه شك هنا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني أعلمنا بني إسرائيل. قضينا لقى أعلمناي نفسي معناه مطابق نية بلامتيا متقاربي بيا. فأوان كدين أما هم زاري باز لكن قلت تفسيري سلفي ما بس بي معناه لغوية مطابقة كنية نظم مباحث أنا يعني توزق زحمته الخودي خوي مباحث كان يعني طالب علم جديك يعني متمكن بلا مباحثي لغة أو أنا أو زبطها وتواوي لكني واضح دبيته. كو يعني تناقش نفسيارك دوبارك وعف ذلك الكتاب لا ريب فيه بل تنزيل الكتاب لا ريب فيه إيه سورة الصدر ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بل أوزع يعني بسياركت يا خذي بسياركت لو حالتي نفسي وشيت يعني أو ليركو عن تطابقي لبيني أو كان يعني ليركو عن تطابقي ونفسي معناشه أو بيداغوتريتن يعني متشابهات قرآني لا علوم قرآني مبحثك معناها تعبت بمتشابهات أو آياتاني كمتشابه يكترن أو نوع آياتانا زمع ذكري حتى وانا كحفظ قرآني لكن متشابهات ينزوريش بيدبيتا غلطنا كان لبين آيات كانت تكري يكترنا كان كزول ليك نيزيكن للسياق ولا لفظ ولا مشتي لو روي معناه شو نفسي معناه إشكاليات ما لقرينية ولا مفسراني كاهتمام بونو عيددا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن زور اهتمام بآيات متشابهة بما شيء ابن كثيرش والله وشيء استعلموني أوي شيخ اسلام تيمتسي هنا بوا تعبير بألفاظ متقاربة لا مترادفة يعني أو سلف هاتيا تعبيري بقى لفظة شي متقارب كده قلت مان أوحينا إليك قلت يعني تفسيري أوي أنزلنا إليك أنزلنا لقى أوحيناي مطابقي معناه كي هردوش معناه شي جوازي إلى اللغة وحي يعني إعلام نك إنزال عندها بزاندل طبعا عادة لبرو يوحي لك خواي برجع سبحانه وتعالى دا بزيلو سرزوي بيدا قلت يعني معناه إنزالي تدا فهو ليركو أنا تعبير با لفظة شي متقارب لفظي آياتك يعني وشو نموني كان استزياد هنا يعني استعبا شمام بينو نموني كي يرازد لا ريب فيه لا شك فيه ذلك قولك حساب لا شك فيه أو كاتي إشكالة كمان لو حلبون فرق بين مترادف وأويتسيا متقاربي مسألة خلافة يعني ترادف للغة هرهي يعني تحقيق قول لو مسألة شيخ اسلام تيمية بيواك ترادف نية وبشر شي زوج بوزام لأهل اللغة لأهل اللغة لقرون كترادف نية ترادف للغة نية هل لفظك معناه شي زيادتري تدا معناه شي تايبتري تدا للفظك يديك مثلا لما جلس من هي لقى قاعدة مثلا لقى كسر بري جلس قاعدة بري دانشت طالما أهل اللغة كوردي لكانوا ضلن كان قاعدا فكان قائما فقعد وكان نائم أو مثلا نائما فجلس يعني الكابرا باري دابيتو يعني خوت بكار استداد نشي وبيدلن جلس كراوستا بداب نشي بيدلن قعد نفس فعل برامج له حالة يتجاوز دقة استعمال عربي عندها جلس عادة له حالتين بكارينيا عربي متقدم يعني بس هو لكن عصر احتجاجي لغوي مظبوطة فهو يعني فرق لبين ترادف تقاربي فالشيخ اسلام تيمية لقالوا قوليك الفاظ متقارب هي للغة بلام الفاظ مترادف نية ابن جوزي وأما ابن جوزي فجعل الاختلاف في التفسير على 3 أنواع. الأول الاختلاف في العبارة مع الاتفاق في المعنى أو طبعا قسمية كما لك الشيخ اسلام تيمية نعم. الثاني الاختلاف في التمثيل.
الثالث والاختلاف في المعنى وهو المقصود بالخلاف. يعني أجابين السر أويك تحرير مسألة كيف كين بين اختلاف محقق تنها نوع السيمة اختلاف كاتك لمعنى يدرس بيتن. والمختار أن الاختلاف في التفسير بالنظر إلى تعدد المعنى من عدمه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحد ويندرج تحته 4 صور وستأتي. القسم الثاني الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى ويندرج تحته صورتان وستأتي كذلك. عزيز طالب أنا مسألة كي زور ميمة أما لكات تعامل كردن لقد تفسير صحابة التابعين أقام لي إيش ما بيدبي له حالة عمله لكاتي أما مطالعة تفسير لكن إيش ما بيدبي بزين أو اختلاف تضاد يعني اختلاف تنوعه يأخذ زيادة إيش ما بيدبي كبزين أو خلاف لبين يعني دقريت وصل نفسي مع يك معناه يعني زيادة اللي معناه كمان زيادة إيش بيدبي. سؤالك أوي لركاتي أوي كما عمليا تفسيري دخيني تعشى دكيني اختلاف لبيني مفسرين كان أما إيش ما بويدي بزين أو خلافي لبين يعني اختلافك تنوع عن تضاد زيادة إيش ما بويدي بي ياخذ إيش ما بويدي بيتن كبزين أو خلافي بيني وان ده قريته صار نفسي معنى يستعلن نموني الخنس ده قريته صار نفسي يك معنى راسته نمونه كان زياوز نهايته تعبيره كش زياوزه بلام ده قريته يك معنى بلام خلاف معنى زاريوا لنوع سامي من جزئي دري الاختلاف في المعنى أو كاتي اختلاف شيء حقيقي هي وشي مثلا حقوي لفظي قرئي لقرأت صار نفسي معناه يعني زيادة له معناه دو معنى شان ما نيش بيده بيتن لكاتي تعامل كردمان نوعي يا كميان أو نوعي كيستاباسي لكن العكس هو الصحيح زيادة أو نوعي كيستادخين لبرهند زور دقتي أو مثالان أبدا كيستادخين لباب خلافي أوش تاني كخينمان أهميتي وان همي كم دبتو وكو أهميتي أو نونانك يستادخيني. نعم. سكا اختلافي تضاد اختلافي تنوع يعني بعض ذكين إن شاء الله بابين السري عندك كتان بيدرين نص تضاد تنوعي. نعم. وينبغي أن يكون التعامل مع الاختلاف من خلال بيان 4 أمور. الأول التنبيه على كونه من اختلاف التنوع أو التضاد. الثاني دراسة احتمال الآية للأقوال المذكورة. الثالث ذكر سبب الاختلاف. أتو أوكت بازدا يعني باسقين تاو باسقين دوخين تاو. الرابع الترجيح بقاعدة من قواعد الترجيح إن لزم ذلك. فأما الصور الأربعة للقسم الأول. نعم. فأما الصور الأربعة للقسم الأول من قسمي الخلاف فالصورة الأولى الأقوال التي تعتبر أمثلة لللفظ العام ومنه تعبيرهم بسبب النزول كما في الأسباب الواردة في قوله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ومنه أيضا اختلاف في تفسير حسنة الدنيا من قوله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل عافية الدنيا وقيل العلم والعبادة وقيل المال وكلها تمثيل للمعنى العام. تماشي. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة باشا قيل عافية الدنيا آتنا في الدنيا حسنة آتنا في الدنيا عافية وقيل العلم والعبادة وقيل المال باشا بلان هر سيك تفسير دقالة سريك معنى عام كحسنة عافية للدنيا حسنة يعني سيئة حسنة علم وعبادة للدنيا حسنة يعني سيئة هم حسنة فهو معناه عام كي بلان تعبير كان سيا تعبير كان زياوازة مثال كان لو معناه عام كي زياوازة أو سبق التنبيه عليه مرارا وتكرارا بله أوي التعامل والمختار بابي كين أزل بر زد نبي أزيتني لما تفصيل ابن جزيمان نكرد الجدول لبروي وزور واضحة. لا هو السير مشكلين بس هو المختار كان. الشيخ ابن عثيمين إيش لا وي عينا تفصيله شي خوي هي قريبة لتفصيل الشيخ إسلام تيمية لا
كتابك إلى أصول تفسيري أو خوتي بلى. والمختار أن الاختلاف في التفسير بالنظر إلى تعدد المعنى من عدم ينقسم إلى قسمين. إذن يعني بالنظر إلى تعدد المعنى هذا بتدو قسم. يعني برين التأصيل المختار يعني هو التأصيل ترجيح لك. طبعا كلمة شو بنوسين وبينجو لتان أو بيتن. كذا مختار برين تأصيل الشيخ مساعد الطيار أو إشكاله كمان له حل بيت. تأصيل الشيخ مساعد الطيار. أو إشكاله كمان حل كرت. تأصيل ابن تيمية ما باسكر ابن جوزي تأصيل مؤلفي كشيخ مساعد الطيار أو دو قسمه يرجع إلى معنى واحد ونيا الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحد يرجع إلى معنى واحد أو قسم قيد من الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى يرجع إلى أكثر من معنى أو ترجع إلى أكثر من معنى أو قية القسم ودة تشوار سواش الشيء ولا قولي يعني يك معنى يك بلى سواش الشيء ولا قولي بلى وهي كم للقسم الأول الخلاف في الصورة الأولى الأقوال التي تعتبر أمثلة لللفظ العام الأقوال التي تعتبر أمثلة الزبا كرتكينو دائما وما لقر أمثلة لللفظ العام اللفظ العام أو آتكي بسبب النزول كما في الأسباب الواردة في قوله أو أوفوا بعهد الله أوفوا بعهد الله يعني آتنا في الدنيا حسنة أو يك دو صورة دوم التعبير عن اللفظ بجزء معناه ومنه تفسيرهم للمور من قوله عز وجل يوم تمور السماء مورا أي تذهب وتجيء وتضطرب هموي دقرت والسر نفس معناه تذهب وتجيء وتضطرب هاي معناه حركة مع ذاته أو نما ولا صورة دوما يرجع إلى معنى واحد بس أو لفظ العام كيا أو معنى واحد بتتشار صورة لخو دقري أمثلة اللفظ العام صورة التعبير عن اللفظ بجزء معناه أو بجزء معناه التعبير بجزء المعنى طبعا صورة سين عن اللفظ بلازمه التعبير عن اللفظ بلازمه التعبير عن اللفظ بلازمه صورة سؤال التعبير عن اللفظ بما يقارب ومعناه عن اللفظ طبعا أنا هزدكين مباحثة كان جباري أواني خوش أواني بيشت بألفاظ متقاربة تعبير عن اللفظ بما يقرب بما يقارب معناه أما أو كيدي دبتدو صورة الاختلاف صورية كما الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال أكثر بمعنى لا تضاد بينهما ومن ذلك ما ورد عنهم في معنى العلامات من قوله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون العلامات قيل معالم أكثر من معنى لا تضاد بينها أكثر من معنى بس تضاد بينها وكيديش تضاد بينها أكثر أكثر من معنى متضادة كابراني ده يقول لي إنجليزي هم يدري يو عربي أنت وأنت موج هلا شكان كرتكينو استعجر بين أوي ولغتش عربي متقن بنوسين أو كتابك بنزالا برا إذا طايم بيكينا السيلا برا بارك الله فيك بس عندما ينبغي أن نتعامل مع الاختلاف من خلال 4 أمور وين لقمان عليه الشرح لك فيستهلك كتاب واضحة أو تأصيلة كخلاف هي لطايم بونو عيدا بشبكين يرجع إلى معنى واحد يعني يرجع إلى أكثر من معنى أو كخلافي حقيقية أو نوعية أو كخلافني أو ناطني لطايم بين خلافني لبروي خلافك بس للفظكية باشا بلام معنى كان متحدة كمعنى متحد ومدطانين ليركو أنا قولي جديد إضافة بكين هكذا ليركو أنا مفسير متأخر ديت نطاني قولي جديد
مثلا اگر سلف نمونه چان هنا بيتولو معناه كما طاين نمونه زياد كين شو كلام معناه كي وان درنا تشينا اشكاليات وانيه او انا مثلا تعبير يعني ببشر شي معناه ايات كيكري اما طاين بين تعبير ببشر شي ايات معناها كيفين وشي عرفها لهم باشا التعبير عن اللفظ بلازمه شبان باس كردي عن اللفظ بما يقرب معناه باس ما كردي كلمه معناها كلا كلمه ريبي عينا متقارب بيت قال الشكي بله المهم يعني مثلا او انا يعني مازالي اويتي دايك بلام ليركو انا اليركو انا اقام اللوي بتن كخلاف لبينان هي تضاد هي يعني تضادنيه بس لهميان مهمتر اكثر من معنى متضاد او لهميان خلاف او لهميان او خلاف حقيقي ليركو انا معترض شي ترجيحي ليه هذا سبيتك كلا فصلي في نظام قواعدي ترجيحي داخلي كان معناه ترجيح دكي ما دام تضاد دبي قولي ترجيح كي نعطي برين والله هم يوردقري او نوع الاركوانا هو الخلاف المحقق نمونا كان لسلوي داخين وبرام شرح داخين صورة دوم تمور السماء مورا تذهب وتجيء وتضطرب ذهاب ومجيء دو معنى جوازن وهي دو معنى جوازن بلام هردو كان جزء كان لمعنى موري شونا بازاري وشوية لبازاري بي ونخير دو معنى جواز يعني لروي معانيه بلام مشتركك لبين يعني هيك او ذهاب بشا شي موري مجيء بشا شي موري فاتو تعبير بكامل بكي هذا قريب سر موري يعني وكذلك اضطراب يعني مثلا بالامكاسش بازار يعني تشوش مهات مور نعم مثلا كمان تقدر يوم تمور السماء مورا يعني تذهب السماء وتجيء السماء يعني تقريبا اشتكت جزء معناه موريا يعني فكرة يشتكي مور أو أصل فيه المور هو الحركة فالتعبير بكي بذهابي بمجيئي باضطرابي همي مشتركة لا حركة التعبير باللفظ بلازمه أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون أو كخاسر بي طبعا هالكة فهو لازمية. الصورة الرابعة يجعل لكم فرقانا قيل مخرجا وقيل نجاة وقيل فصلا كلها ألفاظ متقاربة. أزاي استعولتكم أنا قصة مش راس درسه أو كلبين المفسرين ألفاظ متقارب هي لو آياتك يعني أمش قولك من حسابه قيل مخرجا يعني مخرجا أو متقاربة لقى نجاة يجعل لكم فرقانا يعني يجعل لكم مخرجا وقيل نجاة يجعل لكم نجاة يعني خواهي قول سبحانه وتعالى درجاية نجاتان له دابين دكات. طبعا فرقان لقرآني بس معناه ايش كاش دي فرقان بمعنى قرآني دي بمعنى نصري ديتن يوم الفرقان يعني يوم النصر بمعنى أنا ديتن فرقان هو طاهين بقرا انه سر كتابه كان الوجوه والنظائر كلا مزدي سيرا بردو باس ماكر باشا او تصار صورة او نمونه كانتي واضح ان شاء الله لك انت ما عندنا بون مبحث اختلاف تعادبيت او دو قسمي بخينين مبحثي اختلاف تعادبيتن. اما الصورة القسم بخينه بله. وأما صورتا القسم الثاني من قسمي الخلاف فالصورة الأولى الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى لا تضاد بينها ومثال ذلك ما ورد عنهم في معنى العلامات من قوله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون قيل معالم الطرق بالنهار وقيل النجوم وقيل الجبال. الصورة الثانية الاختلاف الذي ترجع فيه الصورة الأولى الاختلاف الذي ترجع فيه إلى أكثر من معنى لا تضاد بها. مثلا تفسير قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ما معنى قوله وعلامات؟ يعني استوى آياتك الديارة دري يقل نعمتكاني خواهي قوله سبحانه وتعالى بسر انقو او اياكا انقو با استيري ريقاي خوت عند بينو وبا علاماتش باشا بعلامات كو ريقاي خو استيري ديارك عرب استيري هم بكاردينا لو دياري كردني شمال وجنوب وشرق وغربي وهذه علامات. قيل أن المقصود بالعلامات هي المعالم معالم الطرق بالنهار
باشا. وقيل العلامات أيضا المقصود به هو النجوم، يعني علامات أيضا المقصود به النجوم. وقيل الجبال، استان نجوم لشي أستيل لشي تيا لشي، دو كلمة زور لك زيازن كوبا تياي أمر يدا بينه. أجر بيت الزوي مسطح به هم يدش بالزوي، أو لو حالتي أجري بزربوني زيادة، يعني أجر بيت الزوي تيا شيء بتيا شيء شتات شكل تيا كان يعني شرق وغربي ليك زداب كيو، لكام حالتي أجري بزربوني زيادة أجروا كدشتكي. فأوليركو أنا علاماتنا كمان قلتيان جبال، يعني قلتيان نجوم، هاوي ذكرت وصل نفسي معناه كمعناه أو كاشتك بخواي جور سبحانه وتعالى كربيته هو كارج له ويأتوب بزر النبي، هو تعبير با طيب بين تعبير با مثال أجرتش معناه كان مختلفة، معناه جبالي لقى معناه نجومي مختلفة وكل لفظ بلام ذكرت وصل نفسي بابتي كهداياتك هو كارج له يتنوي هدايتي بزين لك وأنا سينايتوا أخي تواب أخوي علامات نشانية أنا سنية أنا بس يقول لك خبره أعطيك خبره بس نعمتك عندك يعني ديركو أنا باب زين منش كهنايته بذات لك أنت الروم بيتن درء الاختلاف الذي ترجع إلى أكثر من معنى لا تضاد بهما، ومنها قوله تعالى فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا سورة إسراء. يقول الطبري فترددوا بين الدور والمساكن ذهبوا وجاءوا، جاسوا يعني ذهبوا وجاسوا. باشا معناه جاسوا وخلال الديار يعني ذهبوا وجاءوا. يقال جاس القوم بين الديار وحاسوا بمعنى واحد، أو قول ابن عباس الشام ذهب وجاءوا بالي. وجائز أن يكون معناه كقول دوما فجاسوا خلال الديار يعني قتلوه. نبوخذ نصر كات غزو بني إسرائيل كرت أقصاي تيكدا كان بيدرين هيكل قتل من بني إسرائيل مقتلة عظيمة كما ذكر ذلك في كتب التاريخ. فجاسوا خلال الديار يعني قتلوا خلال الديار. هل المعنيان مختلفان؟ مختلفان بس ليس متضادان، لكنهما ترجعان إلى نفس المعنى، يعني قتلوهم ذاهبين وجائين. جاسوا خلال الديار قلت مان أما يعني ترددوا بين الدور والمساكن، يعني لا تسونوا هاتني قتل منهم مقتلة عظيمة. باشا نمونش كبينه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طبري دليل أن الصواب من القول في ذلك أن يقال أن الله عز وجل أخبر عن الذين أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمان باتباعهم ما تتلوه الشياطين. ولقول القائل هو يتلو كذا في كلام العرب معناه باسي أو يكذا معناه واتبعوا ما تتلو الشياطين. تتلو الشياطين يعني بمعنى التلاوة في الكلام العرب يأتي بمعنى الاتباع، كقوله عز وجل هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. والآخر هي القراءة والدراسة كقولهم يتلو القرآن. باش سدريتنا زي طوري ليركوانا يستا بزاني دقرر نفسي معناه يهم معناه مختلف. دري ولم يخبرنا الله جل ثناؤه بأي معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين الذين تلوا ما تلوه من السحر على عهد سليمان بخبر يقطع العذر. وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملا، فتكون كانت متبعة لذلك بالعمل ودارسته بالرواية، فاتبعت اليهود منهاجها في ذلك وعملت به وروته. باشا يستعليلكو أنا تلاوة خلاف هي لبين سلف واتبعوا ما تتلو الشياطين أبين مناكتان لورم كينو ديل تسر أويك يرجع إلى معنى أكثر من معنى لا تضاد بينهما. أو تلاويك باس كريالو آيات تتلو الشياطين هل هي بمعنى القراءة أم هي بمعنى الاتباع؟
يعني يهود باش بيغمر سليماني صلى الله عليه الصلاة والسلام لكتب كان سحري لو سلمي كمايتو قراءات يعني كرديا روايات يعني كرديا ياخذ بشوكوان أو كاتشكو لسرديمان شياطين كان سحري عندك باشوان يهود دستيان بس سحري كرد هردوك معناه جوازه مجرد قراءة معناه وينية كعمل شان بيكر بيتن والله تضاد لبينيان نية شكاوية كعملي كرديا عملي بيكرديا ليه بيش وقته زاني بيتن قراءة كربي فهو دو معناه جوازه قراءة أو عمل والله لا تضاد بينهما لاشا أو نمونكي كهنا يتيو فاتما مسلسل قاعدة وما نرجع لك الكلمات كان جواز اللفظي بلا نقولنا وركوا حمام معنى بالضبط. فيعني ابن القيم دريتن الذي يصنف في التفسير يحكي ذلك أقوالا ويجمع الغث والسمين. ابن القيم دريتن أويك لتفسير شديد نسي دريكا أو آياتا مثلا دوازده قولي ليهاتي يتماشاش دكي دوازده قولي هم يدقر يسردوا قولي لبروي معناها كان المتحدة ياخذ بس لفظة كان ينزي أوازا. الصورة الثانية الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى وبينهما تضاد، ومثال ذلك اختلافهم في المفدى في قوله عز وجل وفديناه بذبح عظيم قيل إسحاق وقيل إسماعيل، واختلافهم أيضا في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما هو المراد به؟ هل هو الطهر أو الحيض؟ وهذا اختلاف التضاد لا يمكن الجمع. أقوتمان أو آياتا أو قروء أو مسبي حيضة ناطين بلين طهرة، أقوتمان طهرة ناطين بلين حيضة. وكذلك وفديناه بذبح عظيم كباسي بيغمبر إبراهيم دكاب باش هل المراد به إسحاق أو المراد به إسماعيل؟ طبعا هذا فيه خلاف طويل عريض. ابن القيم جمع الأقوال في ذلك وجمع جيوش أدلته على أن المراد به هو إسماعيل، وهو أيضا قول عن شيخ الإسلام تيمية له قولان في هذا المسألة شيخ الإسلام، لكن ابن القيم يرى أنه إسماعيل. لكن المروي عن السلف في كتب التفسير نجد أن الأكثرين من المفسرين من السلف يقولون بأن المراد به إسحاق. زوري مفسر كانوا متقدمين دين إسحاق بلام أو قولي كابن القيم ترجيحي كرديا در إسماعيل. فالمهم مسألة كل كان خلافية ما بس معلومين التحرير أو خلافه بكين سكوا ديلاني ابن القيم باس كده استابين باس بكينه مناقشة بكينه ياخذ أو قولاني كجوستيان إسحاق باز بكينه. مثلا مكي بن أبي طالب القيسي صاحب القراءات وصاحب التفسير ده ناس مكي إمام مكي مشهورة لقراءات ولا تفسيري أو دري إسحاق أصلا رسالة هي لو بابه أول ما وش شيء ابن القيم قول كاني باس كرديو دليل كان شي باس كرديو قاعدة ما هي لو أو ذا قواعد لفصل بينزم دخين أزويك لدليل كان ابن القيم أذا ما اسمعنا أني كمناقشة أما باس ما كر لا أو يقول ما أنا ما ليركو أنا تحريري أو هناك كبرين كام قول راجح له بس لمعنى كي تبقين أو نوعه دست كام نوعي دست أو نوعي دست خلافي محقق أكثر من معنى متضاد دون منوعينات واضحة كلبين سلفي اختلافها لمعنى 3 قروء 3 قروء لقر بذبح عظيم وفديناه عفوا بذبح عظيم. وما صايب بس ناكل لا أكثر من معنى لا تضاد. طبعا آياتك حمل هردك معنى يدك القرآن قلت ما حمال ذو وجوه حمل هردك معنى يدك فديناه بذبح عظيم يا حملناك يك معناه أجا حمل نكر بقى أصلا خلاف أورينا ذا. خلاص دخيك أساس. يا بس ويناكين. تضاد يعني. هذا دو موضوع يدخ أو هي. حتى عنكم موضوع كان ليك زداب كنا. سكاش تكاني هم بيقدسي أصول تفسير. زحمتي أصول تفسير أو فصلية. كاش تكاني بيقدسي تقسيمات تكاني. استان باس ذكام دريم أو آياته. حمل ويدك يعني الريت دتسي كمثلا إسماعيل بيان إسحاق بي يعني حمل يقول لك.
حمل دو قولي ذاك بدليل خلافه آياتك صريح بأن إسماعيل هذا لموضع شيء قرآني أو كاتي خلاف ندى بعد دروس أصلا تاو بصريح قرآن دري إسماعيل أنا آية قرآن بصريح قوتي إسماعيل نخير بس سياقات بقرائن عندك زانان استنباطي وين كذا كإسماعيل لا ما شوش عندك لزانان استنباطي وين كذا كإسحاق أكثر من معنى لا تضاد بينهما أيش ترجيح كذا نبي بدي أيش ترجيح كذا نبي أزل قواعد تفسير دخين أكثر من معنى حتى أجد تضاد نبيتا ذكري ترجيح وكين أزما باس ما كل قلت زاري وهي قولي الصواب ما هي زاري واش ما هي قولي أولى بالصواب ما هي أولى بالصواب مثلا حتى لو نمنا كباسش ما كل ذكري زاري وقولك لقولك يدك نزيك تربي لا لفظ قرآني كي أولى بالصواب لا تضاد بينهما ليه بكاردي نقدر كون لير كون كذا صواب دبي ترجيح هي قولي بكين بيقول تضعيف بكين براستي يعني أو موضوعك عندك لزانا نجباس ما كل كمثلا خلاف لبين يعني هي مثلا قول مثلا قولي خوان قوريا ما بتشكر شيء زور ميمة مثلا ابن عباس لا إسحاق ولا إسماعيل لمفدي دو روايات الإكرا لا روايات شليكرا كا ما بس بإسماعيل لا روايات شليكرا كا ما بس بإسحاق لو حارتك وتعامل لقى ذاكين بس صحة تعامل يوي لقى هردش صحة هردش صحة تعامل لقى ذاكين وكدوم مفسر تعاملي لقى ذاكين وكدوم مفسر يعني أجا نفسي مفسر دو قولها ولا تفسير آيات شواب زانك دو مفسرة إشكالاتك لو حل بيته كمثلا دري قولي كم دري إسماعيل قال بي ابن عباس وكذا كذا كذا كدري إسحاق دي سان دري وقال بي ابن عباس سببك شو تسي سببك أو يك اجتهادي خوي قوريا كسردمك لسردم كان في وابوك أو بلام سردمش كهاتيا اجتهادي خوي قوريا أو زوجات كترجيح قولك مانكر أما مثلا هل كامل قولك كان مانكر أما أنا أميل إلى أنه إسماعيل أما كباس قولك بنام ورده كم يعني معناه ونيك مثلا أو قولي هرده بجيرم باس اختياراتي خوم ناكم يعني باس ويناكم كراجحة والله مثلا أميل إلى أنه إسماعيل فكاتي كدريم ابن عباس كامل رواياتي وردقرم أو رواياتي وردقرم كوتيتي المفدى به هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام فأوليكم أنا مباحث كاني الاختلاف في التفسير كمبحثي الإجماع في التفسير مع دمينية إن شاء الله لو درسي داته إن شاء الله إذا بسيارك تاع النبي ختم لك تهو بسيارتنا ما إن شاء الله نعم نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم